بص على الجملة دي كده، يا ترى هنقول I'm speaking the truth ولا I am telling the truth؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح مع بعض الفرق بين افعال بتلخبط معظم الطلاب في اللغة الإنجليزية، الا وهي الافعال speak، talk، say and tell. والنهارده ان شاء الله هنوضح الفرق ما بينهم بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله. وهنبدأ بأول فعل معانا النهارده وهو الفعل speak، والتصريفات بتاعته speak والماضي منه spoke والتصريف الثالث spoken. وspeak معناها يتحدث بشكل رسمي. يعني ايه؟ يعني انت مثلا بتتحدث مع حد بشكل رسمي تستخدم verb speak. زي مثلا لما تيجي تتكلم مع المدير بتاعك هتقول ايه؟ Can I speak to the manager please؟ I speak to the manager. او مثلا لما تتكلم عن اللغات تقول مثلا انت بتتكلم اكتر من لغه، تقول مثلا I can speak English and Arabic. Speak English. وهنيجي لتاني فعل معانا النهارده وهو الفيرب talk. وتوك معناها يتحدث برضه، والتصريفات بتاعته talk الماضي منه talked والتصريف التالي برضه talked. طيب ايه الفرق بين talk وبين speak؟ والفرق يا صديقي ان talk بنستخدمها بشكل غير رسمي. زي ايه؟ زي مثلا لما تكون بتكلم صديق هتقول مثلا ايه I talked to my friend yesterday. هنا طبعا معناها ان انت اتحدثت مع صديقك، فده حوار غير رسمي. I talked to my mother about you. بنستخدم توك برضه لما يكون في تبادل في الحوار. يعني مثلا ايه؟ انت بتكلم حد ففي تبادل بيحصل ما بينكم فبنقول توك. تقول مثلا ايه we are talking to each other، يعني احنا بنتكلم مع بعضنا البعض. فهنا طبعا بنتكلم بطريقه غير رسميه فبنقول توك. اذا الفرق ببساطه ان سبيك بنستخدمها في المواقف الفورمال او المواقف الرسميه، وتوك بنستخدمها في المواقف الغير رسميه. That is why we are talking to you. ونيجي لثالث فعل معانا وهو الفيرب say. وسي معناها يقول. الماضي من say الماضي منه said والتصريف التالت برضه said. ناخد مثال عشان نفهم. لما اقول لك مثلا ايه he said good morning. he said good morning يعني هو قال لي صباح الخير. He said, I'm sorry. لو تلاحظ ان بيجي بعد said الكلام اللي الشخص قاله. مثال اخر لما اقول لك مثلا ايه what did you say. what did you say يعني انت ماذا قلت. What did you say? وهنلاحظ ان سيد هنا بيجي بعدها الكلام اللي اتقال، ولكن ممكن يجي بعدها الشخص اللي اتقال له الكلام لو جبنا تو. يعني مثلا اقول لك ايه he said to me I am sorry. he said to me I am sorry يعني هو قال لي انا اسف. فهنا طبعا جبت تو وجي بعدها مي اللي هو الشخص اللي اتقال له الكلام. ونيجي لاخر فيرب معانا وهو الفيرب tell. والماضي من tell told والتصريف التالت برضه told ومعناه يخبر. وتل بنستخدمها لما بنكون بنتكلم عن الشخص اللي احنا بننقل له الكلام. وناخد مثال لما اقول لك مثلا ايه he told me a secret. he told me a secret يعني هو اخبرني بسر. هنلاحظ هنا ان جه بعد told المفعول اللي هو الشخص اللي هو اخبره. يعني هو انا قلت هو اخبرني انا، فقلت he told me a secret. طيب مثال اخر لما اقول لك مثلا ايه he told us about his journey يعني هو اخبرنا برحلته. فهنا طبعا جه بعد told المفعول، هو اخبر مين؟ اخبرنا احنا، فده المفعول. Told me a secret about something else. Tell me what you think. طيب تعالوا دلوقتي نلخص الافعال اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. اول فيرب معانا وهو الفيرب speak. واحنا قلنا speak معناه يتحدث. طب امتى بنستخدم speak؟ بنستخدمه واحد في المواقف الرسميه، او اتنين لما بنيجي نتكلم عن اللغات. مثال لما اقول لك I can speak English well. I can speak English well يعني أنا أتحدث اللغة الإنجليزية جيدا. تاني فيرب معانا النهارده هو الفيرب talk. معناها يتحدث برضه، ولكن بتستخدم في المواقف الغير رسمية أو لما يكون حوار بين شخصين أو في تبادل في الحوار. أقول لك مثلا إيه we need to talk. we need to talk يعني نحن بحاجة إلى التحدث. فطبعا إحنا هنا بنتكلم بشكل غير رسمي. ونيجي لتالت فيرب معانا وهو الفيرب say ومعناه يقول. وsay بتركز على الكلام اللي اتقال نفسه. يعني مثلا إيه he said he was hungry. فهنا احنا بنركز على الكلام اللي اتقال. هو قال ايه؟ قال ان هو كان جعان. he said he was hungry. ما يهمنيش بقى هو قال لمين، المهم انه قال ان هو جعان. ونيجي لاخر فيرب معانا وهو الفيرب tell. واحنا قلنا tell معناها يخبر. طب بنستخدم tell امتى؟ بنستخدم tell لما باجي اخبر حد بشيء معين. اقول لك مثلا ايه I told him I was hungry. انا اخبرته ان انا كنت جعان. فهنا طبعا ركزت على المفعول اللي هو him. I told him انا قلت له هو، فركزنا هنا على الايه؟ على المفعول. وبس كده يا صديقي، اتمنى تكون فهمت الفرق بين الاربع افعال بتوعنا النهارده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبك، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وتشترك في القناه، واشوفك الفيديو الجاي. Thanks for watching.